اوكي يا شباب، في الخدعه دي هحاول اقرا افكاركم، فعايزكم دايما مركزين معايا. اوكي، عندنا هنا 6 كروت كوتشينه، عايزكم تختاروا كارت واحد بس بعينيكم وتفضلوا دايما مركزين عليه ودايما بتفكروا فيه، احفظوه بالشكل والعلامه واللون وكل حاجه. تمام؟ طيب تمام. عندنا هنا الكروت بتاعتنا، كارت 2. عايزك دلوقتي تفكر في الكارت بتاعك، دايما بتبقى مركز فيه، عايزك تفكر فيه في الشكل واللون والعلامه بتاعته. تمام؟ اوكي. طيب عندنا هنا ال6 كروت بتوعتنا، هنخليهم هنا. انا استحالة اكون عرفت انت اخترت ايه بالظبط، علشان كده هحتاج مساعدة خارجية، وهي الدبوس ده دبوس ورق عادي خالص مفيهوش اي حاجة. هناخد الدبوس ده هنحطه في الكروت بتاعتنا بالشكل ده، يمكن يساعدني اعرف انت اخترت ايه بالظبط. دلوقتي عايزك تركز على الدبوس ده وانت بتفكر في الكارت اللي انت اخترته. تمام؟ عايزك تركز عليه كويس جدا وانت بتفكر في الكارت اللي انت اخترته. طيب دلوقتي الدبوس طار، فاعتقد ان الكارت اللي انت اخترته هو الكارت الوحيد اللي مش موجود في الكروت دي، لانهم كانوا 6 كروت، كارتك الوحيد اللي اختفى وبقيوا 5 كروت بس. خلونا بقى نروح على الشرح. اوكي يا شباب، دلوقتي نقدر نقول بمنتهى الثقه ان الخدعه دي اول مره تتشرح على اليوتيوب، لانها بمنتهى البساطه خدعه مدفوعه الاجر. فلو عجبكم النوع ده من الفيديوهات يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا. وخلونا نبتدي ونشوف التريك دي بتتعمل ازاي. طبعا في ناس كتير جدا منكم استنتجت وعرفت اول جزء من الخدعه، وهو ازاي انا قدرت اخفي كارت اللي انت اخترته، وخلونا نشوفها بشكل سريع. عندنا هنا 5 كروت، ودول الكروت اللي انت شفتهم في النهاية. عندنا هنا بقى 6 كروت، ودول الكروت اللي انت شفتهم في البداية. دول ال6 كروت اللي انت اخترت منهم كارت بعينك، ودول 5 كروت اللي ظهروا معانا في النهاية. اكيد انت عارف دلوقتي ان انا غيرت الكروت ما بين اللي انت اخترتها وما بين اللي ظهروا في النهاية، فايا كان الكارت اللي انت هتختاره من ال6 كروت دول هيتغير هنا. لو لاحظنا هنا فهم معمولين بطريقة مميزة شوية. عندنا هنا 9 ورقة شجر، عندنا هنا 9 دايموند، عندنا هنا 3 قلب، 3 سبيد، 6 ورقة شجر، 6 دايموند، هنا 5 دايموند، عندنا هنا 5 سبيد، وهكذا. في كارت واحد بس مش موجود من ضمنهم، لان احنا كنا مضطرين طبعا نختار كارت ونخليه يختفي من الكوتشينة كلها، فاخترنا الكارت ال8 ده. لحد كده تمام. ليه بقى احنا بنخلي الكروت دي شبه دي مع اختلاف الشكل والعلامة؟ لان بمنتهى البساطة لو طلبت من شخص يختار كارت واحد من دول، فلنفترض ان هو اختار ال8، فيعرف ان دي 8، هتقول له ركز في اللون والشكل بتاعها. اوكي 8 قلب احمر، ممكن عينيه تيجي على 5 وال10. دلوقتي هيعرف ان هو اختار 8 قلب احمر، ويعرف ان بقية الورق فيه 5 وفيه 10. لحد كده تمام. بس مش هيقدر يختار او يفكر او يفتكر ان دي دايموند احمر وان دي قلب احمر. صعب جدا عليه ان هو يفتكر 3 كروت ب3 اشكال ب3 ارقام مختلفة. علشان كده احنا مخليين الكروت دي زيها، لانه لما يدور على ال5 مثلا اللي هو اختارها هيلاقيها مش موجودة، ال5 الدايموند اللي هو اختارها مش موجودة، او ال8 قلب احمر لما يدور عليها هنا مش هيلاقيها موجودة. بس لما يبص ويشوف بقية الكوتشينة، طب فين ال10 اللي انا شفتها، هيلاقي ان في 10 فعلا هنا شافها. طبعا هو مش هيفتكر ان هي كانت قلب احمر. طب لما يبص ويقول طب كان في 5 في بقية الورق، هيلاقي فعلا ان هنا برضو في 5. ولو اخد باله من ال6 هيلاحظ ان برضو هنا كان في 6. هو هيلاحظ بس ان كارته الوحيد اللي هو كان موجود واختفى. دي بس الفكرة. خلونا بقى نبتدي ونشوف هي بتتعمل ازاي. هناخد ال5 كروت بتوعتنا دول، وهنحط فوقيهم ال6 كروت التانيين دول، واللي انت بتختار منهم في البداية هنحطهم فوق ال5 كروت بالشكل ده. تمام. هناخد الكوتشينة هنحطهم كده. لحد كده تمام واحنا جاهزين. كل اللي هنعمله في المرحلة دي ان احنا هنمسك الكروت بالشكل ده، هنعرض قدام الشخص اللي قصادنا ال6 كروت بتوعتنا. طبعا انت بتبقى عامل بريك تحت ال11 كارت كلهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دول ال11 كارت بتوعتنا، هتبقى عامل عندهم بريك هنا بصباعك،
هتعرض قدام الشخص اللي قصادك، هتقول له اوكي، هترجع تعمل بريك تاني. كده انت قلبت 11 كارت وعامل بريك تحتيهم. هتقول له تمام، عندنا هنا 6 كروت، 1 2 3 4 5 6. تمام. طبعا انت مش هتعرض بقية الكوتشينة ليه اطلاقا، هتعرض له بس 6 كروت منهم، 1 2 3 4 5 6. هتقول له عندنا هنا 6 كروت، عايزك تختار منهم كارت بعينك تحفظه بالشكل وباللون وبكل حاجة. خلاص اخترت. هنلمهم على بعض بالشكل ده، وهنبتدي ناخد من عند البريك من هنا، وهنبتدي نقلبهم كده. خلاص كده تمام. كده ال5 كروت المختلفين من فوق هنا، او ممكن تعملها بشكل تاني مختلف. هتاخد 6 كروت، 1 2 3 4 5 6، دول ال6 كروت بتوعتنا. هتبقى عامل الكوتشينة كده، وعندنا هنا 5 كروت التانيين من فوق. عندنا هنا هتقول له عندنا هنا 6 كروت، عايزك تختار منهم كارت واحد بس بنفس الشكل والرسمة وتحفظه بكل تفاصيله. تمام. انت ايديك مقلوبة عشان ما يبانش 5 كروت بتوعتنا هنا. وبعدين بعد ما يختار هتلمهم بالشكل ده. خلاص اخترت. تمام. هتحطهم كده، وهتبتدي تقلب ايدك كده، دول ال6 كروت بتوعتنا وكارتك هنا، وبعدين تقلبهم بالشكل ده. لحد كده المرحلة دي تمام جدا. هنعمل ايه بقى؟ بمنتهى البساطة، علشان ننزل 5 كروت بس. هو شايف ان في 6 كروت، واحنا محتاجين ننزل 5 كروت بس علشان نقول له بعدين ان الكارت بتاعك اختفى. كل اللي هنعمله هنبتدي ننزل كارت 2، وهنوقف لحد هنا. هنقول له كارت 2. عايزك دلوقتي تفكر في اسم الشكل، عايزك تفكر في الشكل واللون والرقم، وتبتدي تكرره في عقلك كتير كتير كتير. 4 5 6. تمام. دول مش 6 كروت، هو تخيل ان هم 6 كروت بس هم دول 5 كروت بس. اوكي. او بمنتهى البساطة ممكن تقول له اهو، من غير ما نعد، من غير ما نعمل اي حاجة. عايزك دلوقتي تفكر قبل ما ننزل بقية الكوتشينة، فكر في الشكل واللون والرسمة، وكرر الكارت في عقلك كتير كتير. هو خلاص في المرحلة دي لما تركيزه بيروح لحاجة تانية بينسى الجزء اللي كان مركز فيه في البداية، وهو عدد الكروت دول. خلاص هنبتدي بقى، خلاص احنا نزلنا كارتين، نبتدي ننزل 3 كروت تاني من غير ما نعد، من غير ما نخليه ياخد باله. هنقول له خلاص ادي ال6 كروت بتوعتنا، نحط بقية الكوتشينة على جنب، وهتبتدي خلاص. بس في الحقيقة دول 5 كروت بس. تمام. المرحلة دي سهلة جدا. دلوقتي دي المرحلة السهلة، نيجي على المرحلة التانية اللي اسهل منها الحقيقة. عندنا هنا 5 كروت مختلفين، فايا كان الرقم اللي هو هيختاره من ال6 كروت دول اكيد مش هيبقى موجود هنا. حتى لو موجود الرقم مش هيبقى موجود الرسمة واللون بتاعها. تمام. نيجي بقى على الطريقة اللي احنا عملنا بيها هو اسمه ايه ده، الدبوس ده. بصوا الموضوع بمنتهى البساطة. الدبوس عندنا هنا طرف صغير اهو وطرف كبير، هنفتحهم عن بعض بالشكل ده اهو كده، مفتوحين عن بعض. هنيجي عند الطرف الكبير ده هنتنيه لجوه كده بالشكل ده. تمام. هنيجي عند الطرف التاني الصغير ده هنتنيه برضو لجوه بالشكل ده. ده هيبقى شكل الدبوس، متني لجوه من هنا ومتني لجوه من هنا. طيب دي التانية كبيرة جدا، انا بس عملتها علشان تظهر في الكاميرا، انما التانية اللي احنا عايزينها لا، هي اقل من دي اهي اهي. تمام. وهنبتدي نضمهم على بعض تاني بالشكل ده. هيبقى الفراغ اللي ما بينهم مش كبير بالشكل ده. حلو كده. طب ازاي هندخل الدبوس ده جوه الكروت، وازاي الدبوس هيطير وهو بالشكل ده؟ الموضوع بمنتهى البساطة ان احنا عايزين نخلي الجزء الصغير ده من الدبوس من بره من الكروت من هنا، والجزء الطويل في الدبوس ده في الظهر هنا. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك الدبوس بالشكل ده وهنخليه في ظهر الكروت كده، وكده الجزء الصغير ده علينا من بره. هنبتدي ندوس عليه كده وهننزل بيه بالشكل ده، وده الشكل اللي هيبقى عندنا الدبوس الصغير وشه لبره، وعندنا الدبوس التاني ظهره علينا. هتمسك الكروت بالشكل ده وتقول له فكر في الكارت والرسمة واللون. اول ما تشد الكارت ده لتحت هتلاقي الدبوس طار. طيب مرة تانية بسرعة، عندنا هنا الدبوس اهو، هتحطه بالشكل ده كده. انت جاهز عشان تنفذ الخدعة. بمجرد ما تشد الكارت الاخير ده لتحت هتقول له ركز على الكارت اللي انت اخترته، فكر فيه، ركز على الدبوس. هتشد الكارت بس الدبوس طار.
طيب هنعمل ايه؟ حاجة سريعة بسرعة لازم تعرفوها. عندنا هنا الخمس كروت بتوعتنا، 1 2 3 4 5 6، ودول ال6 كروت كده، دول ال11 كارت بتوعتنا اللي احنا اساسا بننفذ بيهم الخدعة. هتقدم الخدعة ازاي بقى يا سيدي؟ هيبقى عندك الدبوس بتاعك اللطيف اهو جاهز، وانت مجهزه وكل حاجة. هتحطه في الكروت بالشكل ده علشان تبقى محافظ على ال6 كروت اللي انت هتلعب بيهم او اللي انت هتنفذ بيهم الخدعة. تحطهم بالشكل ده فوق الكوتشينه بتاعتك كده. اطلع بقى قدم اي عرض او قدم اي حاجه براحتك خالص. عندك هنا الكروت بتاعتك محفوظين في الدبوس بتاعك. كل اللي هتعمله هتاخد الدبوس هتحطه تحت كده بالشكل ده اهو، وتقول له دلوقتي عندنا هنا 6 كروت، وتبتدي توري ال6 كروت وتنفذ الخدعه. بعدين هتنزل 5 كروت وتاخد الدبوس بتاعك اللي انت شايله تحطه زي ما وريتك في الكروت. يفضل طبعا ان انت يبقى معاك دبوس طبيعي، بحيث ان انت ممكن تبدل الدبوس ده بالدبوس ده، علشان هو لو حابب يتاكد منه او يفحصه او يتاكد ان هو طبيعي جدا، او هو حتى يحاول يعمل الحركه دي، يفضل ان هو يبقى معاك دبوس طبيعي توريهوله. حتى انت لو اديته الدبوس ده علشان يجرب يعمل بيه حاجه، هيدخله كده ومش هيطير. يعني هو استحالة يعرف الطريقة اللي بيدخل بيها الدبوس وازاي الدبوس بيطير. اوكي يا شباب، دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.